بيوت الكهنه كانت من الناحيه دي. هناك في باب لاحد بيوت الكهنه اللي كانوا هنا في المعبد. خلي بالك ما تروحش ورا لا تاني. تخافش. بيوت الكهنه هناك هذا، وكان في وادي مدخل احد بيوت الكهنه. المدريات اللي فوق دي بتاعت الصوت والضوء. طبعا احنا قلنا في هنا 10 بوابات. هناك الصرح السابع والثامن والتاسع والعاشر في الاخر خالص، وهناك معبد خنسو في الاخر خالص في جزء كبير مقفول. طبعا معبد الكرنك الاساسي معبد امون را ده اللي زرناه احنا النهارده حضرتك. وطبعا المسله اللي شفتها هناك دي كانت واقعه على الارض، وعيد بنائها من حوالي 4 شهور تقريبا. وقفناها في المكان اللي هناك ده بحجه انه هي ايه لما تترفع يبقى منظرها احسن. طبعا فيها تشققات، وكان المفروض انها تترفع جنب اختها اللي هناك ديت، المسله اللي هناك بتاعت حتشبسوت، ودي القمه من مسله حتشبسوت. الجوران الملقى على الارض ده هناك حشره كده زي الخنفسه. طبعا ده مشهور في العالم كله ان هو ايه بيجيب الحظ. وفكره الحظ دي فكره وارده من 1902. طبعا جم الناس الغفر هنا في المعبد قال لك يا واد تعال نستفيد من ورا الجوران ده، تعال نقول للناس لفوا 7 لفات وارموا فلوس وراه الحظ هيتحقق. فلما افتتحنا المعبد سنه 1902 كان تذكره المعبد بقرشين ساغ. فكان الناس تلف، اللي عايزه تحمل واللي عايز يتجوز واللي عايز يرمي 10 ساغ على الارض، 10 قروش يعني الجنيه 100 قرش. فكان يرمي